أصدقائنا في صحيفة الملاعب، أهلا وسهلا بكم في ثالث حلقاتنا المونديالية في برنامج مونديال النشامة مع الكابتن لاعب منتخبنا الوطني السابق ولاعب ونجم النادي الفيصلي كابتن عبد الإله الحناحنة. اليوم في استديوهات الملاعب نفتح قلبنا أكثر وأكثر مع الكابتن عبد الإله للحديث عن مشوار النشامة المونديالي، الوداع الحزين، وداع غير مستحق من أمام الجزائر. أهلا وسهلا فيك كابتن، نورتنا. أهلا وسهلا فيك أخت دعاء، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين والمستمعين. أهلا فيك كابتن. أهلا. كابتن، اليوم النشامة خارج المونديال بوداع حزين، خسارة مؤلمة من أمام الجزائر، شو بتحكي؟ يعني بحكي إنه ممكن إنه يعني كان أفضل مما كان. صحيح. الحمد لله على كل شيء. دائما الجمهور الأردني متعود على النشامة في المحافل الكبيرة أنه يكون موجود وله بصمته، ولكن في هذا المحفل التاريخي لم نكن بصراحة على قدر أماني جماهيرنا. صح. وعلى ما كانوا يمنوا النفس أن يكون هناك المنتخب الوطني في الأدوار المتقدمة. صحيح. كابتن، بدأنا المونديال في خسارة قدام النمسا، يمكن خسارة البعض شاف فيها ظهور جيد للنشامة، أداء تكتيكي عالي، يمكن رفع سقف الطموحات أمام الجزائر. طلعنا من النمسا 3-1، حكينا بنعوض في الجزائر. الجزائر شوط أول كنا متقدمين، حافظين خطوطنا، حافظين السيطرة ما بين الخطوط. وصلنا للدقيقة 60 فقدنا زمام المباراة تماما. ليش طلعنا 2-1 ودعنا المونديال؟ الآن خلينا احنا نحكي عن النمسا. النمسا فريق متمرس في كأس العالم، وفريق أتوقع هو ما خسر بدوري المجموعات ولا مباراة، وأول الصاعدين. صح. مثل ما بيحكوا. منتخبنا يعني قدم مباراة نوعا ما هي بعض الأخطاء الفنية هي أدت إلى خسارته. لم نكن كما توقعنا، ربما هناك شرود ذهني، هناك ممكن هناك رهبة في أولى البطولات اللي لأول مرة بنصعد لكأس العالم، وبطولة رقم 1 بالعالم. ربما كان هناك في رهبة من المشاركة، شرود ذهني. الأخطاء التي وقع فيها النشامة يعني بعض الشيء كانت بديهية، يعني أدت إلى الخسارة. وللأمانة هناك فوارق، طبعا أكيد فوارق سواء بدنية أو فنية بين منتخبنا ومنتخب النمسا. منتخب متطور يعتمد على الضغط العالي، وهناك عنده مرونة تكتيكية، لاعبين لهم هوية في كأس العالم ويعلمون تماما ماذا يفعلون. طبعا للأمانة كابتن، طلعنا 3-1 الجزائر كنا متفائلين. نعم، احنا يعني كثير كنا متفائلين انها صحيح. تكون مباراة الجزائر فتحة خير علينا حتى ننتقل الدور الثاني. الكرة الأفريقية ربما احنا مختلفة عن طبعا الكرة الآسيوية. يعني كنا قريبين جدا، ولكن إصرار لاعبين الجزائر كان أعلى من لاعبينا. تقدمنا 1-0، كنا جيدين. صح. الشوط الأول مشكلتنا ما زالت الكرات العرضية. صح. تلقينا هدفين، قلبت النتيجة وبقينا لنهاية المباراة نفس الشيء. يعني ما في هناك حلول كان في الجانب الهجومي، حتى التبديلات كانت متأخرة جدا، وكانت يعني بصراحة كان المفروض أنها تكون في أبكر. صح. بوقت أبكر حتى يستطيع ممكن إذا في هناك إيجاد حلول تكون أسرع حتى يتم التعادل أو التقدم. ولكن المنتخب الجزائري منتخب شرس جدا. صح. منتخب شارك 4-5 مرات في كأس العالم، لاعبينه أغلبهم عندهم ثقافة الفوز، عندهم الصبر داخل الملعب حتى لو تأخر.
لاعبين تركيزهم دائما داخل الملعب. منتخبنا الشرود الذهني منذ فترة يعني بصراحة التركيز والانسجام داخل الملعب مختلف تماما. اليوم احنا في آسيا، بطولة آسيا للأمانة جميعنا ما توقعنا أنه نصل لنهائي آسيا. صح. وأنا يعني داخليا وداخل كل محب وكل وطني أنه إحنا البطل الغير متوج. صحيح. وهذا بالتأكيد. شيء واقعي طبعا ومتأكدين منه. صح. النشامة دائما عودونا على المفاجآت. صح. اليوم أنت بآسيا قارعت كبار آسيا اللي هم من كبار أيضا وتفوقوا كابتن. بالضبط كبار القارة. لعبت ضد كوريا و ما حصل. هل المنتخب الكوري يختلف؟ أوكي أنا معك إنه ممكن شراسة النمسا أكيد والجزائر أقوى من شراسة كوريا واليابان ولكن اليوم أنت لازم تخلق لنفسك هوية. طبعا لازم تخلق لنفسك هوية كمنتخب وطني كمنتخب أردني. إحنا اليوم وصلنا كأس عالم. يعني المفروض إنه يكون تركيزنا أعلى، فنيا لازم نكون أعلى، هدفنا أعلى طبعا، لازم يكون أعلى، طموحنا لازم يكون عالي جدا. ما حصل الشارع الأردني كامل يعني خيبة أمل طبعا. كنا نمني النفس أكيد. نفسنا نفرح صح. يعني صح. كانت إنه الشارع الأردني كله نفسه يفرح وبطولة ومحفل عالمي. لازم كان بحثنا عن هوية إلنا واسم إلنا في كأس العالم أعلى من ما كان. يعني هو إحنا الله يعطيهم ألف عافية بالنهاية بنحكي أكيد إنجاز تاريخي التأهل لكأس العالم. وكلنا يعني كنا متشوقين للصعود لكأس العالم. امبارح كنا نحضر هولندا وإسبانيا واليوم نحضر لمنتخبنا وهذا شيء فخر إلنا وفخر لكل رياضي أردني وفخر لكل أردني. صح. وفخر لوطننا. يعني كل في سابق في 2012 أنا كنت متواجد مع المنتخب الوطني. كنا ننافس ووصلنا للملحق. صح. وكان في ذلك الوقت 4 منتخبات ونصف مقعد. صح. ووصلنا للملحق لمباراة الأرجواي. صح. وكانت منافسة شرسة وكلنا حابين إنه طبعا. نعمل اسم وتاريخ في كأس العالم. صح. والوصول لكأس العالم طبعا. فإحنا بنتمنى لهم كل الخير مثل ما كانوا يتمنوا إلنا طبعا. أكيد. صح كابتن. هي الفكرة بتعرف وين؟ بأنه بالأسلوب بالخسارة قدام النمسا يمكن أنت تلقيت هدفين بعيدا عن ركلة الجزاء اللي نعم دخلت في شباك أبو ليلى. تلقيت هدفين من كرات ثابتة، هدفين خسرت، طلعت من المباراة برتم منخفض. نفس الفكرة في الجزائر، أنت متقدم 1-0، كرتين ثابتات طلع عنك من المونديال تماما. طب إحنا لوين مش مدركين بحجم الضعف اللي موجود أو يمكن عدم التركيز، التشتت، بأنه إحنا من كرتين ثابتات نطلع من المونديال. شوفي أحكي لك يعني اليوم الموجودين بالخط الخلفي في منتخبنا وحارس المرمى هم الأفضل طبعا 100%. تشكيلة نوعا ما 90% هي الأفضل طبعا. ما بيختلف عليها اثنين أكيد. يعني لاعبين ممكن هاي صحيح. في كل مدرب اليوم احنا نيجي لو جينا 4-5 مدربين حطينا كذا تشكيلة، كل واحد فينا ممكن طبعا. يختلف بلاعب صح. يعني الهدف الأول أنا بوجهة نظري بتحملوا لاعبين الوسط، يعني حالة تكتيكية حالة فنية. لاعبين الوسط انجرفوا الاثنين خلف الكرة وقوس 18 لما يتبقى عليها أحد. صح. فضل استلام، دوران، تسديد بكل أريحية. ممكن نحمل جزء على الحارس، ولكن طبعا المسؤولية الأكبر رقم 1 هو خطأ متراكم. طبعا
1 2 3. الكرة الثانية جميعنا شفناها لأول مرة. أنا يعني بشوف يزن العرب بينزل رأسه دائما. يزن يعني أحسن لاعب هيد بالأردن. طبعا أكيد يعني بده يجي الجول. أكيد. سوء تمركز أو سوء توقيت. بديش أحكي سوء تمركز، سوء توقيت من عبد الله نصيب. خروج وعودة ليزيد مع نزلة كابتن يزن صح، وذهبت بالمرمى. فهون في عدم انسجام، في شروط ذهني. اليوم نيجي بنحكي يا كابتن احنا إلنا 3 سنين بنوكل كرات عرضية. طب احنا لما نتجمع بالمنتخب شو بنعمل؟ احنا شو بنعمل؟ لاعبين خبرة أكيد، شيء ما بنختلف عليه. اليوم نيجي بنحكي أوكي خطأ أو نقطة ضعف مش قادرين نصلحها، ممكن نروح لخيار آخر طبعا. إغلاق الأطراف، منع الكرات العرضية، لأنه أنا عندي مشكلة بالكرات العرضية. طب إحنا عن جد مش قادرين نحل هاي المشكلة؟ فيش عنا لاعبين يقدروا يحدوا من هاي المشكلة؟ السعاد هاي شغل جهاز فني ومدربين. أو مش شايفين كابتن؟ الكرة الثانية بعد برضو كمان عنا مشكلة فيها. طبعا. ماشي أوكي، برضو ما أعمل فاولات على قوس 18 و تزيد خطورة بالثلث الأخير من ملعبي. صح طبعا. لأنه أنا عندي مشكلة بهاي النقطة. صح. في يوم من الأيام الله يسهل عليه ويرحمه الكابتن محمد اليماني، لعبنا مع فريق مغمور في باكستان، فكان حارس بال2004. كان معانا الله يذكره بالخير الكابتن عامر شفيع. واحنا بنلعب في لاعب برمي الاوت من نص الملعب وحطها بال18. فحكين يعني كلنا استغربنا، إشي مذهل طبعا. فاجا اوت قريب اكلنا منه جول بعمان بالاياب، هو لعبه. فصار يحكي لنا حط الطابه ركنيه لا تحطها اوت طبعا. اكيد برضه هاي اجت من خبرات انه انا لازم بدي امنع هذا الشيء. صح 100%. اليوم كمان بالشارع الاردني مع جماهيرنا عاطفيه شوي، لهم كل الاحترام، ومثل ما احكيها حقهم انهم حابين يفرحوا طبعاً. حقهم. والجمهور اليوم هو يعني اللي كابتن هم يرفعوا سقف التوقعات والطموحات. هم تمنوا أكيد. يعني كانوا يتمنوا يفرحوا وكانوا اليوم يعني أنا بناشدهم عبر منبركم لا نقارن بسابق وحاضر طبعا. اليوم الجميع بيحكي عامر شفيع ويزيد، مع احترامي لهم حراس كبار الاثنين. عامر شفيع لن يتكرر بالكرة الأردنية، هذا شيء علينا يعني أن نثق فيه تماما، لن يتكرر. عامر شفيع حالة استثنائية بالكرة الأردنية صح. لن يتكرر. مش كل ما أنا بدي أوكل هدف عامر شفيع. عامر أسطورة، ويزيد حارس كبير طبعا، كابتن يزيد ونور حارس كبير، وعبد الله الفخوري حارس كبير، جميعهم حراس محترمين. لكن اليوم الحارس بيخطأ، الحارس بشر أكيد. لكن مشاكلنا نرجع بنكرر فنية بحتة. النقطة اللي شوي بتثير عند ممكن المتابعين أو المدربين أو المحللين التأخير بالتبديلات. تماما، هاي نقطة يمكن هل هي عدم ثقة بالبديل؟ هل أنا مش قادر أطلع لاعب؟ اليوم عبد الإله الحناحنا بيلعب خلاص مش موفق، مش يومه، هل أنا ما بقدر أطلعه؟ وشفنا يمكن يعني الحناحنا نجم ما بطلع مثلا، خليني أحكي على حالي، ما بدي أحكي على لاعب متواجد، لا بطلع صح. يعني لا يجب إعطاء الفرصة للشباب الموجودين. اليوم أنت خلص مثل ما بيحكوها أمل ما في أكيد، أو صعبة طبعا مستحيل. خلص يا أخي خلينا نشوف الشباب.
كابتن هو ليش أوكي. مقتنع بهاي الفكرة؟ أنت أخذت لاعبين على مستوى عالي وقدموا مستويات كثير مميزة عنا في الدوري الأردني، بعيدا عن اختلافنا اتفاقنا مع هاي الأسماء، ولكن هو مقتنع بهاي الأسماء تحديدا. يعني في لاعبين طلعوا على المونديال ما شفنا لهم أي دقيقة مشاركة تماما. شوفي في جميع منتخبات العالم وين ما تروحي إلا يظلم لاعبين. ماشي بس كابتن إحنا مش بس لاعبين اللي انظلم منا، يعني هذا والكل إحنا كان متفق ممكن 3 للأمانة. إحنا أوكي. كمان بدناش لاعبين 3 اللي انظلموا بوجهة نظري أنا، ممكن بوجهة نظر غيري أكثر، ممكن أقل، ممكن يستحقوا أو ما لا يستحقوا، لكن في بعض اللاعبين تم التبرير أني مثلا كمدير فني أنا نزلته في مباراة الكويت ولم يوفق. صيصة أحسن لاعب بالأردن، صيصة رقم 1 بالأردن، هل لا يستحق أن يكون متواجد بالمنتخب؟ طريقتك لا، أوكي طريقة لا تخدم، أنا ما بقدر أستفيد من هذا اللاعب وغير الطريقة الحالة الهجومية. أكيد. يعني إذا ما بدي أخذه ما بصير، أنا وجهة نظري ما بصير أحكي إنه أكيد لعبته في مباراة كذا. ممكن أخرج بكل جراءة وأحكي طريقة غير مقتنع ما بتخدمني طبعا، مركزه ما بخدمني، ما بلعب بلاعب رقم 10 خلف المهاجم ممكن، ولكن صيصة لا يختلف عليه 2، هو من أفضل اللاعبين كمان اللي اجوا على البلد، وهو رقم 1 بالأردن حاليا ويستحق. ليس رأيي أنا، أكيد. رأي البلد كله. شفنا إجماع طبعا كابتن. اللي بدي أحكيه إنه الناس تفهم فوتبول، الناس بيفهموا فوتبول والجمهور بيفهم فوتبول وبيعرفوا، مش زي أول كان في بعض اليوم في قنوات وفي محللين والناس بتحضر وبتتابع وصاروا يفهموا التفاصيل في كرة القدم. يعني صعب إنه تيجي تلقي لهم جملتين أوكي إحنا كلنا مع المنتخب الوطني ومع الكادر ومع اللاعبين، وأنا بحكي لك وبحكي لهم اللي عملوه إنجاز كبير طبعا. هي الشارع الأردني كان متمني طبعا أكيد يحدث مثل ما تعودوا إنه هناك يكون مفاجأة صح بكأس العالم وزي ما عودوهم. المشكلة إنه المنتخب عودنا إنه يفرحنا، تعودنا يخلق المفاجأة. صح. اللاعبين الموجودين بالمنتخب هم الأفضل طبعا، سواء. وأنا حكيت لك إنه اليوم ممكن نختلف بلاعبين 3، ممكن يظلم لاعب أو لاعبين، ولكن للأمانة يعني الله يعطيهم ألف عافية. هدول وصلونا يا كابتن أكيد طبعا وصلونا، الله يعطيهم ألف عافية. اللي عملوه مش سهل، كلنا كنا نحلم إنه نوصل صح لكأس العالم، وصلنا الآن علينا بناء فيما بعد. حصلت نكسة ما في مشكلة، الدنيا والناس بتتعلم من أخطاء ما حدث. أكيد. علينا نستعد الآن، عندنا بطولة آسيا صح 2027 نبني أكيد على ما وصلنا له، ولازم ما تكون المرة الأولى والأخيرة. أكيد. لازم تكون في قادم الأيام إن شاء الله. اللي بدي أحكيه إنه الناس بتحكي لك لا فوارق وما فوارق بالمنتخبات، لا هناك فوارق ماشي، بنحط العتب عليهم، بنحط العتب مثلا على المدير الفني، ولكن لا هناك فوارق من نواحي كثيرة. إحنا بنية تحتية متهالكة، يعني خلينا نكون واقعيين، دورينا صح دون المستوى، ضعيف، مشاكل كثيرة تواجه اللاعب بالدوري الأردني. حتى الملاعب التدريبية أغلبها ترتان، مش أغلبها 99% منها ترتان، وهاي مشكلة كبيرة. المنظومة الإدارية
للأندية برضو بنفس الوقت كمان في تعاني صح. بالضبط سيولة مادية برضو أكيد يمكن حكي يطول يا يعني كابتن. اللي وصلوا له الله يعطيهم ألف عافية، بنعتب عليهم، بنحكي الأخطاء بكل وضوح طبعا، ولكن برضو هم أنجزوا الله يعينهم صح. يعتبر إنجاز الوصول لكأس العالم وليس إعجاز. الإعجاز كان الوصول لمراحل متقدمة بكأس العالم كمنتخب وطني. طبعا إحنا المنتخبنا الوطني متعودين على الراعي الأول جلالة سيدنا الله يطول عمره وولي عهده الأمين، يعني اللي بصراحة كان له أثر كبير بالتصفيات وبآسيا وحضوره دور أول محوري بالضبط. كان يعني بصراحة دافع قوي جدا. سيدي سمو الأمير علي اللي من 20 سنة وهو صح. يحلم بهذا الإنجاز والوصول لكأس صح. العالم. اللاعبين الله يعطيكم ألف عافية. الجماهير الأردنية كافة بنحكي لهم هارد لك، ويعني نكون شوي ما نكون قاسين على الشباب وعلى لاعبينا، يعني نكون بعض الشيء هم أولادنا طبعا، هم أولادنا وهم إخواننا وهم أهلنا وهم بشر بغلطوا وبصيبوا مثل ما أي واحد فينا بغلط وبصيب. وبرضو المدرب نفس الشيء، بني آدم بخطئ وبصيب، ولكن بالنهاية الموجودين هم الأفضل وهذا هو الموجود لدينا. صحيح أكيد كابتن. جماهيرنا لا تلام، سقف طموحاتنا كان عالي مليون في المية. كنا حلمنا وكنا كان بدنا نشوف منتخبنا بيوصل لمراحل متقدمة، ولكن يمكن ما أحزن الأردنيين أو غزل الأردنيين هي تصريحات الكابتن جمال السلامي بعد الخسارة من الجزائر. البعض انتقد الأسلوب، البعض حكى لك بأنه كيف بتطلع تصرح هيك شو كان التصريح بس يمكن حكى بأنه إحنا نملك لاعبين لا يملكون خبرة، لدينا لاعبين لا يملكون خبرة. وحكى بأنه أنت لما تنبسط، بمعنى أنه أنت لما تنبسط لما تشوف أنه اللاعب المنتخب الجزائري مبسوط بأنه خسران منك فايز عليك بكرتين ثابتين، هذا الإشي يفرحك. وين دور المدرب لما ادكتوك الكرتين ثابتات؟ يمكن كان هذا التصريح شوي مثير هاي مصيبة إذا هي كان التصريح صحيح. من مدرب إحنا بنعتبره مدرب كبير، هاي مصيبة إذا كان هذا تصريحه. صحيح. إني أكون مبسوط إني أنا خسران هو ما في مدرب بصراحة بكون إنه مبسوط إنه خسران نهائيا صح. لكن إنه يعني هو صغرنا وكبر منتخب الجزائر بهذا التصريح. شكرا. وين دورك أنت داخل الملعب لما أنت بدك تكون مبسوط انك بركلتين جزاء مش من حالات لعب، يعني اكلت الجول، ما هو الجول جول صح. الهدف هدف، ركنيه ثابته، حاله لعب صح، حاله تكتيكيه، يعني شو اللي هاي مصيبه صح. اذا مدرب احنا يعني مدرب منتخب وطني مدرب كبير انت صغرت الاردن وكبرت الجزائر. صح. الجزائر كبير والاردن كبير. صح بكل تاكيد. مصيبه صحيح. بصراحه اذا كان التصريح في هاي صحيح. هذا مصيبه جدا. وهي مثل ما حكوها هو لا هو الاتهام الان له هو فنيا طبعا. مشكله انت اللي اخطات. اذا انت عارف وين القوه عند المنتخب الجزائري والضعف عندك وبقي مثل ما هو للاسف. كابتن حديث يطول، بنعرف بانه يعني لو حكينا من اليوم لبكره الاردن خارج المونديال رسميا، ولكن مواجهه اخيره امام بطل العالم الارجنتين، فرصه للظهور باسلوب تشريفي. ميسي يعني تحديدا الكل قاعد بيستنى لاعبين النشامه قدام ميسي، شو بتحكي عن هاي المواجهه؟ يعني مواجهه صعبه جدا، اصعب مواجهة ممكن تمر بتاريخ الكرة الأردنية. صحيح. مواجهة المنتخب الأرجنتيني. ميسي يعني متعة كرة القدم طبعا. بصراحة صح. يعني شو ما أنا ما بحكي عن ميسي الكرة الأرضية كلها بتحكي عن ميسي. يعني بتشوفوا ميسي بالملعب بكون يمشي، مجرد وصوله للكرة صار في متعة بالملعب.
في فرق إني بشوف منتخب الأرجنتين كله بحب ميسي طبعا وبخدم على ميسي كمان بنفس الوقت، وعند وصوله الكرة طبعا بتشوف شغلات تكتيكية بصراحة رهيبة. يعني نجم كبير وأسطورة أنا ما بقدر أحكي يعني ولا أمدح شو اللي بدي أحكي عليه. كيف ممكن نخوض المواجهة كابتن؟ المواجهة لا نقف لنا يعني فيها ولا بصراحة جمل. أوكي إحنا بدنا أحكي لك ما في شيء نخسره طبعا يعني هي راح يكون في رهبة إنه أنا بلعب ضد الأرجنتين. طبعا أوكي يقدم اللي علينا نستمتع، استمتعنا بالبداية خلينا نكملها، ذاهبين نستمتع مش ذاهبين نستمتع خلينا نكملها، نستمتع بنقدم اللي علينا وبنحاول إن نعمل إشي. الأرجنتين متأهلين صح. ما راح يعني المشكلة أنا اللي خايف منها إنهم يلعبوا البدلة الأرجنتين حفاظا على شو اسمه راح يكونوا جاهزين يقدموا طاقتين طاقة مضاعفة. لكن صرح ميسي بأنه راح يكون متواجد قدام الأردن كابتن، يعني ميسي لغاية الآن هداف كأس العالم وحيكمل في النشامة. يعني كيف حيكون اللقاء؟ شوفي هو يعني أنا حكيت لك هو أسطورة كرة القدم الأردنية عفوا أسطورة كرة إن العالم. شاء الله يكون عندنا ميسي طبعا إن شاء في الله يا كرة رب القدم بإذن الله. الأردنية بإذن هذا الله. يعني بفرح كل أردني طبعا 100%. لكن يعني أسطورة عالمية داخل الملعب أسطورة الكرة الأرجنتينية. أنا أرجنتيني عشان هيك يعني شو ما أحكي بحبه كثير فلذلك شعور راح يكون كثير يعني جميل إنك راح تقابل أسطورة العالم. صح. صحيح هو بآخر أيامه ولكن مجرد يعني لمسه للكرة بتحس في متعة بالملعب للأمانة. طبعا أكيد. فإن شاء الله ربنا يوفقهم يقدموا اللي عليهم يعني ما ظل فيها شيء يعني بتمنى نشوف وجهين جداد من اللاعبين الشباب. يعني مثلا كنت أتمنى إنه عيسى العزايزي يكون اليوم بدناش نحكي يبدأ من بداية المباراة أكيد ينعطى فرصة كابتن يأخذ فترة أطول. هو بيلعب بالدوري السعودي صح. وكان الموسم الماضي بالدوري السعودي. صح. الدوري السعودي من أقوى دوريات أكيد. العالم الآن طبعا. يعني ما في رهبة ما في خوف. لعب أمام رونالدو يا كابتن علي. أوكي صح. يعني كان بالإمكان أفضل مما كان. شغلة هاي تبديل بال80 و85 ما راح تعطي اللاعب فرصة أكبر إنه طبعا. يظهر. ربما كمان المنتخب الوطني عانى من إصابة يزن طبعا لأنه إحنا كان عندنا مثلث من أفضل لاعبين اجوا على تاريخ الكرة الأردنية موسى ويزن وعلي مع احترامنا للجيل السابق طبعا هم نجوم وتاريخ طبعا. فقدان حلقة من هذا المثلث أو ضلع من هذا المثلث ضعفنا بالحالة الهجومية وبالتحولات لأنه إحنا بندافع من الثلث الثاني ومرات الدفاع منخفض وبنتحول لاعبين سريعين مهاريين في تجانس كبير كان بينهم هذول الثلاث لاعبين هذول. ليش بحكي ما إجا زيهم؟ ثلاث بيحبوا بعض بيحبوا ينجحوا بعض روحهم واحدة كانوا قوة ضاربة. صح. ضلع منهم إن شاء الله ربنا بشافيه وبرجع أقوى من أول من أحسن اللاعبين اللي برضو مروا على الكرة الأردنية. صحيح. يزن ضعفنا شوي بالحالة الهجومية. حاولنا إنه يكون الكابتن إبراهيم صبرا كمان الله يشافيه ويعافيه إن شاء الله وبرجع أقوى من أول. لاعب شاب قوي وسرعة ممكن صح. كان له راح يكون دور ربنا سبحانه وتعالى ما أراد له إنه يكون مشارك وإن شاء الله إنه بيشارك بنشوفه بآسيا وإن شاء الله بنتأهل لكأس العالم مرة ثانية يا رب وبنشوفه. ولكن نقطة كمان أنا ذهبت إلى كأس العالم كان عندي خيار أفضل إنه يكون معي مهاجم ممكن يكون بهاء فيصل مثلا. أوكي بهاء كبير خبرة قوة
طبعا متانة عنده، ممكن يكون محطة لك في الأمام، لكن هو قراره صح. الفني وهو من يتحمل القرار، لكن مصلحة البلد فوق الجميع. أكيد. بنحكي لهم هارد لكم، والله يعطيكم ألف عافية. عدم التوفيق حالة صح. واردة في كرة القدم، اليوم مش يومي. ما توفقت في هذه البطولة، ما قدمت، نجد بعض الأعذار، ولكن بعض الأعذار طبعا ليس لها أي مبرر. صحيح. إن شاء الله بقدموا المباراة الجاي إن شاء الله مباراة كبيرة يا تليق رب. شوي تبسط الشارع الأردني إن شاء الله. والجمهور هو رأس مالنا. وبحكي للاعبين يعني اللي بيتابعوا السوشيال ميديا إنه ما يلوموا الجمهور، هو جمهور محب لهم. اليوم بس يفوزوا شوارع عمان والزرقاء وإربد جميعها تمتلئ بالناس فرحة بالفوز. اليوم إذا أنت ما قدمت لا تزعل منهم، لأنه هم بانيين آمال عليكم كثير، وإن شاء الله لقدام إنكم بتكونوا على قد المسؤولية بإذن الله. إن شاء الله يا رب. يعطيك ألف عافية كابتن. اليوم الأردن خارج المونديال، غصة مشاعر فخر، مشاعر حزن. بدنا منك كلمة أخيرة للاعبين النشامة، نجومنا أبطالنا اللي رفعوا راسنا، لجماهير النشامة اللي شفناهم بإشادات عالمية. كاميرتك أمامك، تفضل. بحب أحكي لهم إنه الله يعطيكم ألف عافية. أنتم شرفتم الكرة الأردنية على جميع الأحوال. شكرا لكم على ما قدمتوه، شكرا على الإنجاز والتأهل لكأس العالم. حاولتم، ولكن نعم دائما بنحكي كان بالإمكان أفضل مكان، لكن الحمد لله. الله يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله في قادم الأيام بتكونوا على مستوى أعلى وتركيز، سواء بالحالة الفنية والذهنية. ونتمنى إن شاء الله عليهم المرة الجاي. يعني الشارع الأردني ما راح يقبل بصراحة، ما راح يقبل أقلها نهائي البطولة الآسيوية يكونوا متواجدين، لأنه عملنا هوية بآسيا. المنتخب الأردني أصبح رقم صعب وليس وليد اللحظة. صحيح. سواء كمان بنفس الوقت بكأس العرب، فلذلك كان الجمهور يعني باني آمال كبيرة. صحيح. ممكن الواقعية للمدربين عارفين الإمكانيات، إنه ممكن صعب مجاراة المنتخبات العالمية، ولكن الحمد لله على كل شيء. الله يعطيكم ألف عافية، شرفتونا ورفعتوا راسنا بغض النظر عن النتائج. شيء وصار وراح، احنا كلنا معاكم، وان شاء الله انه ربنا بيوفقكم لقدام وبتفرحوا الشعب الاردني، وبتكون يعني رد على بطولة كأس العالم. ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك الف عافية كابتن، نورتنا، شرفتنا. تشرفت فيكم. قبل ما اختم طبعاً بس كلمة صغيرة. طبعا انا يعني بدي اعزي الشاب زيد. الله يرحمه زيد، اللي للأمانة هو عزاء لكل بيت أردني بهذا. صحيح. الشاب. صحيح. الله يرحمه ويغفر له. بصراحة شاب 15 عام يعني ذاهب تشجيع المنتخب. أثر في جميع الرياضيين الأردنيين والجماهير الأردنية عامة. الله يرحمه ويغفر له. والله يصبر أهله. وهو عزاء يعني مثل ما بحكوها لكل أردني. وعليه رحمة الله يعني يلهم أهله الصبر والسلام. اللهم آمين. اللهم آمين. وهيك أصدقائنا في صحيفة الملاعب بننهي ثالث حلقات برنامجنا المونديالي في البارتي الأول. انتظرونا في البارتي الثاني. يعطيكم ألف عافية.